البنات الحلوة اللي بتتفرج عليا بيسألوني كتير أعرف منين إنه جد أو أعرف منين إنه بيلعب. في حاجات كتير ممكن تشككني إنه بيلعب، قلت أجمعها لكم فيديو عشان مش بحب إني بنت تبعتلي تقولي أنا كنت فاكراه جد وفي الآخر طلع عايز حاجة كده وكده. الشاب اللي بيبقى عايز يستغلك جسديا أول حاجة هيعملها إن عينيه هتجرحك بالنظرات، يعني هتلاقي ان بصاته ليكي مش بصات محترمه، مش بصات بريئه، مش بصات هاديه، هتلاقيه بيبصلك بصات تجرحك تخدش حيائك. في بعض الاحيان هيبص على حاجات معينه انت فاهماها كويس وهتلاحظيها. هل معنى كده ان الشاب الطبيعي مش بيبص؟ هيبص برضو، بس الشاب اللي بيبقى عايز منك حاجه جسديه بحته مش بيبقى خايف انه يجرحك بالنظرات، بالعكس بيبقى عايزك تشوفي وتعرفي ان هو بيبصلك البصه دي. تاني حاجه هيكلمك عن صولاته وجولاته بسرعه جدا، وبالذات عن البنات اللي هو دخل معاهم في علاقات جسديه، وهيقولك ان هو كان بيحبهم وان هو مش جادجمنتال خالص ولا بيحكم على البنات خالص، بالعكس اللي جذبوا ليهم العلاقه الجسديه. خدي بالك كويس قوي. تالت حاجه هتلاقيه حابب ينط مراحل ويسالك بسرعه جدا جدا عن علاقاتك ووصل مداها لايه، وانتوا لسه هتبقوا متعرفين على بعض وهتبقي حاسه باحراج انك تحكي حاجه زي كده، لكن هو هيبقى عايز ده. 4 هتلاقيه عمال يعكسك ومعاكسات جريئه شويه، وخاصه بالليل هتلاقيه بيكلمك بالليل ويقعد يعكسك بشكل مبالغ فيه، يعني هتلاقيه بيقولك وبينعتك وبيوصفك بصفات انت نفسك عارفه انها مش فيكي. انت كيرفي، انت كذا، انت كذا، انت احسن واحده. المبالغه بقى غير طبيعيه، انت احسن واحده انا شفتها، انت احلى جسم انا شفته، انت احلى مش عارف ايه، ويقعد بقى يبالغ قوي قوي ويبوست الايجو بتاعك قوي قوي عشان خاطر تسلمي بسرعه. النقطه اللي بعد كده هتلاقيه ساعات في النص بيقولك كلام جريء، يعني وهو بيتكلم معاكي في النص كده يعمل نفسه مش واخد باله ويروح قايل لك كلمه، او يبدا بقى يقولك يا مزتي، يا جميله، يا ملك الجمال، راس البر، يا مش عارف ايه. هتلاقي شويه في جرأه. ليه؟ لاني الشاب اللي بيحبك بجد هيبقى خايف يخسرك، او الشاب اللي معجب بيكي بجد مش هيبقى عايز يخدش حيائك، خايف تبعدي، لكن ده بيرمي السناره، يا طلعت سمكه يا طلعت فرد الجزمه فهو مش هيبقى فارق معاه قوي. فهتلاقيه جريء في التصرفات، جريء في الكلام. نقطه مهمه قوي اوعي تنسيها، هيقولك بحبك سو ايرلي، يعني الولد عامه او البنت عشان يوصل لدرجه انه يحس انه بيحب الطرف الثاني هتلاقيه ياخد وقت ويقعد يتعرف ويقعد يتكلم ويقعد يختبر مشاعره، وممكن يقعد بالشهور اصلا عشان يقولك بس انه معجب مش بيحبك. لكن الشاب اللي عايز منك حاجه جسديه هينط مراحل بسرعه، عايز يقلب بسرعه، عايز يقولك النهارده بحبك عشان بعد بكره تقولي له انا كمان، عشان بعده يقولك مش عارف طب ايه، طب تعالى اما اخدك ورا مصنع الكراسي. كل ده لازم يحصل ايه؟ بسرعه بسرعه. فخدي بالك من ده كويس قوي. النقطه الاخيره اللي عايزه اتكلم فيها الهيستوري بتاعه، ماضيه، عرفتيه ازاي؟ حاولي على قد ما تقدري ما تقوليش اللي فات مات، حاولي على قد ما تقدري تفكري كويس قوي الشاب ده كان فين، هو سقط من مركبه فضائيه كده وانا عرفته؟ لا، قبليه كان بيعمل ايه؟ لو هو فعلا ضميره ميت وقلبه ميت وما عندوش كنترول على تصرفاته وعلى شهواته، يبقى تاكدي انه مش هيعمل كنترول معاكي، مش انتي اللي هتيجي تعلميه انه يبقى محترم او انه هو يتوب على ايدك زي ما انتي متخيله. لو لقيتي ان في علاقات جنسيه كتير في السوابق بتاعته، وبالذات لو كان في نساء مثلا متزوجات او حاجه زي كده، اجري بسرعه، لان الشخص ده بيبقى قلبه مات وضميره حصله، فبالتالي انت مش هتبقي اكتر من سمكه زي ما قلنا بيصطادها من الميه. خدوا بالكم كويس قوي، حطوا في بالكم الحاجات دي عشان لو شفتوها تفكروا كتير.